ايه رأيكم بقى في طواجن ام علي الجميلة السريعة اللي من غير ولا اي حاجة؟ يلا بينا نشوف عملنا ام علي دي ازاي، واحلى طريقة واحلى خطوات كده بحاجات موجودة في البيت عندك، ولا تشتري ملفيه ولا الكلام ده. يلا بينا ندخل على الطريقة على طول. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناة وصفة شيماء. يا رب اكون اللي بقدمه لكم والوصفات اللي بقدمها لكم حلوة وسريعة وبسيطة كده ان كنتوا تقدروا تنفذوها. تعالى اقول لكم انا هعمل ام علي من ايه. عندي رقاق طري اللي انا كنت عاملاه معاكم على قناتي التانية. عندي قناة اسمها من منزل شيماء، بنزل فيها روتينات وفيديوهات عن يومي العادي وبنزل بعض الوصفات عليها برضه. فاللي حابب طريقة الرقاق الطري يدخل هناك على القناة يلاقيها، وبرضه هتلاقوها على القناة هنا. هنا بقى معايا ده الرقاق الطري. نشفته كده اهو زي ما انتوا شايفين، او هما كانوا حبة ناشفين عندي. خلاص يبقى انا معايا رقاق طري. معايا زبيب جوز الهند سوداني، معايا سمنة بلدي، معايا القشطة بتاعت وش اللبن، ومعايا لبن سخن. ويلا بينا نشوف هننفذه الطواجن ازاي. ممكن يكون عندك رقاق ناشف، اللي هو الرقاق الناشف بتاع العيد دوت، ممكن تعملي بيه. ممكن لو يكون عندك فطير تحمصيه في الفرن بردك، اللي هي الفرافيت بتاعة الفطير، او فطيرة كاملة عادي باقية عندك، ممكن برضو تعملي بيها كل الخطوات دي. يعني الرقاق الطري دوت انا عاملاه طبعا بسمنة وقشطة ولبن رايب، فدسم جدا، فيديني نتيجة اللي هي الملفيه. خلاص فهمتوا قصدي انا ليه عاملاه بالرقاق الطري دوت. بس هو حاليا مش طري، انا بكسره قدامكم اهوت ان هو ناشف. فممكن بدل الرقاق الطري ده تعملوا ايه؟ تعملوا بالفطير، تعملوا بالرقاق الناشف بتاع العيد. يعني قدامك كذا حل. هنا كسرت بقى الرقاق زي ما انتوا شايفين كده، وهبتدي احط على كل طاجن معلقتين سكر زي ما انتوا شايفين كده. وكان طعمه مظبوط، اللي حابب يبقى مسكر شوية زودي نص معلقة تاني. ممكن تدوبي السكر ده في اللبن اللي هتحطيه، بس انا ايه قلت هحطه كده على الطواجن علشان لو اللبن زاد ما يبقاش مسكر معايا. هنزل بقى بنص معلقة سمنة بلدي كده. والسمنة البلدي دي أنا كنت عاملاها معاكم على قناتي التانية من منزل شيماء. اللي حابب طريقة السمنة البلدي يعمل سيرش كده على القناة هيلاقيها، ويروح يعمل لايك واشتراك هناك حلو كده، ويثبت وجوده ويقول لي أنا جاي من قناتك وصفة شيماء. هنا بقى بحط في كل طاجن نص معلقة سمنة، عشان احنا لسه هنحط لها قشطة ولبن. كل دي نكهات بتطعم لي الطاجن ام علي. هنزل بقى بالمكسرات اهي معايا، مكسرات رمضان اهوت: زبيب، جوز الهند سوداني، فستق، لوز، بندق، المكسرات اللي عندك حطيها. يبقى انا بعمل ام علي النهارده من بواقي الرقاق الطري. الرقاق الطري ده اللي بيتعمل بالقشطه وبيتعمل باللبن الرايب وبالسمنه وبيتخبز. فضل عندي حبه كده نشفتهم، ورحت عامله بيهم الطواجن اللي قدامكم دي. كسرت الرقاق وحطيت عليه المكسرات، وحطيت على كل طاجن معلقتين سكر. وهبتدي انزل باللبن. اللبن لازم يكون مغلي، بوريهولكوا اهو. اللبن لازم يكون بيغلي اهو كده. هبتدي بقى اصب اللبن. بسم الله الرحمن الرحيم. متنسوش بقى اللايك والكومنت الجميل والشير لاصدقائكم وحبايبكم، تعرفوهم على قناتي وصفة شيماء. بتقدم وصفات حلوة وبسيطة، حاجات من جوه البيت، مش عايزة اكلفك وتشتري حاجات من بره. فعلى قد ما نقدر بنعمل حاجات على قد ايدنا في البيت للولاد، مش هنحرمهم من حاجة، بس هنطلع من حاجات عندنا في البيت حاجات احلى واحلى. هنا بقى هجيب بقى وش اللبن اهوت وهحطه كده على الطاجن. ديت قشطة بتاعت وش اللبن. عندك كريمة لباني ممكن تحطي، بس انا بقولك الحاجة المتاحة عندك في البيت. طبعا اللبن في كل بيت. قلتلك ممكن تعملي ببواقي فطيرة، ممكن تعملي بالرقاق الناشف بتاع العيد. يعني حاجات متاحة عندك في البيت. هنزل كده على كل طاجن بمعلقتين 3 قشطة كده زي ما انتوا شايفين، عشان يدوني وش ودسامة حلوة كده لطاجن ام علي. طبعا كيس الملفين انتوا عارفينه بكام، فقلت بقى اوفر عليكم ونجيب حاجات موجودة في البيت. وبما ان هو كان عندي، فقلت خسارة ان انا ارميه واعمل للولاد حاجة حلوة بيه، حاجة حلوة بسيطة كده من قلب البيت وافرحهم. هنا بقى هاخد الطواجن ديت واروح حطها في صينية كده زي ما انتوا شايفين، واروح مدخلاها الفرن على نار عالية من تحت ووسط من فوق. هتاخد لون من فوق جراتين كده، لون الذهبي البرونزي الحلو.
و... وهتتشرب شويه اللبن دوت. يلا بينا نحطها في الفرن كده ونشوفها بعد ما طلعت من الفرن بقى شكلها ايه. متنسوش اللايك والشير والكومنت الجميل. مستنيه رايكم في التعليقات، تقولوا ايه رايكم في القناه بتاعتي وصفه شيماء، تقولوا ايه رايكم في الوصفات اللي بقدمها. بحاول اخلي الروتين صغير بس بشرح لكم. يلا بينا بقى نشوفها بعد ما طلعت من الفرن. الله على الجمال وعلى الحلاوه. احلى طاجن ام علي ده ولا ايه؟ بصوا اللون من فوق ما شاء الله ذهبي وجميل ازاي، الكاميرا ظلماه والله يا جماعه. يلا بينا بقى نشوفها من جوه، وهي جوسي كده وجميلة وزبدة، بتدوب كده بالمكسرات والحاجات الحلوة اللي فيها. بس سخنة جامد، انا لسه مطلعاها، شايفين البخار بتاعها؟ طعمها زي العسل يا جماعة، بتدوب في البق كده، زبدة زبدة من القشطة والسمنة البلدي واللبن، يعني حاجة كده 100 فل و14. ما شاء الله على الطعم زي العسل. جربوا الطريقة دي في أم علي، هتلاقوها طعمها جميل جدا. اللي بيحب الحلويات أو بيحب أم علي هتعجبه جدا. ما شاء الله دسمة وطعمها حلو ومشهي كده ولونها جميل، بس والله الكاميرا ظلماها. اهو كده شايفين البخار، وشايفين بقى الرقاق كده شارب لبن وشارب سمنة وشارب قشطة كده. الله على الجمال. واخدة بصوا قرمشة كده من فوق ومن جوه زي الزبدة كده. الله طعمها ما شاء الله. شايفين الجمال؟ بصوا بقى المكسرات عاملة عمايلها ازاي. يلا بقى قومي اشتركي في القناة وفعلي الجرس، وبعد كده قومي اعملي لك طبق حلو كده ولمي الولاد واكليهم منه، هيدعوا لك دعوة حلوة ويشكروكي. وانا كمان هشكرك لما تعملي لي اللايك والكومنت الجميل والشير لاصدقائكم وحبايبكم. الولاد حواليا مبسوطين جدا وفرحانين بالحاجه الحلوه اللي انا عملتها لهم. الولاد بيفرحوا باي حاجه، عندنا اطفالنا بيفرحوا باي حاجه يا جماعه. فاي حاجه من البيت ممكن تقوم انك تعمليها لهم. مستنيه اللايك والشير. بصوا اهو الولاد اخدوا الطاجن التاني وبياكلوا منه. فقومي بقى جربي كده طريقة أم علي دي من البيت كده، وأقول لكم في رعاية الله ومع ألف سلامة، يا رب يحسن من بين إيديكم.